بغيتي المحبة، بغيتي القبول ما بينك وما بين أولادك، بغيتي التسخير ما بينك وبين أولادك، بغيتي المحبة والمودة بينك وبين ولادك، ما عندكش السمع والطاعة، ما عندكش المحبة بينك وبين الزوج ديالك، فيما مشيتي غير مقبولة، دائما عندك النفور ما بين الناس. إذا المحبة والمودة هو الموضوع ديالنا ديال اليوم. احبابي السلام عليكم، تنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. تنتمنى ربي يعاونكم ويسخر لكم. دائما الدعاء مع شافية المغربية لأحبابها اللي تتبغيهم وتتبغي أن تعطيهم وتفيدهم بفوائد رائعة. هذا الفيديو إن شاء الله شاركوا مع أحبابك، شاركوا مع الناس اللي تتبغي، لأنه رائع وأكثر من رائع. أجي نشوفوا هذا الفيديو علاش غادي نحطوه. علاش غادي نحطوا هذا الفيديو؟ باش تكون عندنا السمع والطاعة، ويكون عندنا المحبة والمودة، ويكون عندنا الري والشوار في البيت. عندي الزوج ديالي ما تيسمعش كلامي، دائما مخالف معايا في الري، دائما ما عنديش المحبة بيني وبينه، دائما عندي قلة السمع. عندي ولادي نافرين مني، ما تيبغيونيش، الا قلت لهم قراو ما تيبغيوش. البنت تتخرج بزاف وما تسمعش كلام امها، لان هادشي تحط ليا في التعليق، واليوم حطيت لكم هذا الفيديو على قبل باش اننا نستافدوا كاملين. هذا الفيديو خاص اي امراه في البيت ما عندهاش السمع الطاعه، ما عندهاش الوليدات ديالها تيقراو مزيان، ما عندكش الوليدات تيسمعوا كلامك، الزوج مخالف عليك، دائما لا محبه لا ري، ديما فلوسك يقدر يعطيهم البراني، ولكن فلوسه ما تشوفيهمش. اذا الراجل السقرام صالحه ليه هادي، والراجل السقرام اللي ما باغيكش يعطيك الفلوس دابا غادي يعطيهم لك بطاقه ربانيه، طاقه اللي غادي تعطيك وصفه في البيت وغادي تعتمدي عليها دائما. وصفه عندك في البيت وحنا غافلين عليها، تقدري ديري كل شيء من البيت بلا ما تخرجي لا عند عطار ولا عند فقيه ولا طالب. غادي تخدمي الوصفه ديالك وانتي سبحان الله تكوني على وضوء، تكوني لابسه لباس اخضر ام ابيض، وغادي ديري في الوقت اللي غادي نعطيك هاد الاوقات. اذا ان شاء الله بحول الله وقوته قطعه سكر تزرع لك المحبه والموده في البيت، قطعه سكر تزرع لك السمع والطاعه، قطعه سكر تجعلك ما بين الزوج ديالك اميره. اذا بغيتي تكوني اميره في البيت، السمع والطاعه ويكون الهدوء، وتكوني على يقين بانك غادي ديري غير وصفه ربانيه بدون طلاسم، بدون انك تحطي كلام مقلوب. تقدري تأذي ولادك، تقدري انك تصيبيهم بالمس. الناس اللي تيحطوا طلاسم لابنائهم في الماء او على الاكل غادي يدخلوا لهم المس العاشق، المس اللي شيطاني اللي يقدر يأذيهم. اذا احبابي بعدوا من الشركيات وتعالوا نمشيو للرحمانيات. الرحمانيات كلهم رحمه وموده للعالمين. الرحمانيات هي سمعي من الكلمه تعرفي الرحمه، لان كلام الله سبحانه وتعالى كله رحمه وموده. اذا بغيت انني نزرع المحبه بيني وبين ولادي، ما تسمعوش كلامي ولا يكون بعيد، ولو يكون بعيد انني نحط الصوره ديالو في هاد مع قطعه سكر ونديرها ما بين الملابس ديالو، وغادي يزرع لك الله المحبه والموده بينك وبين ولدك. الا كان بعيد عليك خدام في اوروبا او ما تيصيفطلكش الفلوس، غادي تجبديه توا بالاسم ديالو، وغادي تكون عندكم يا احباب الشفيه المغربيه، غادي تكون عندكم المحبه والموده بين الاسر والعائله. اول حاجه تتغفلوا على اسماء الله الحسنى. اسماء هي السميع 100 مره. ولكن امتى غديري هاد الوصفه؟ غادي نعطيكم ان شاء الله الوقت اللي غادي ديروها وتكونوا على وضوء. المراه اللي تكون عندها العاده او الجنابه تحاول انها تكون حتى تفوتها وعاده انها ديرها. هاد الوصفه اما ديريها مع المغرب واما مع الفجر، اما مع المغرب واما السكر اللي غيكفيني 3 ايام. السكر يكون بعدد المشروبات اللي غادي تحطي، وغادي ان شاء الله غادي تحطي هاد المشروبات، غادي تحطي هاد السكر على المشروبات، اما حليب اما عصير اما شاي. ولكن الشاي او العصير او اي مشروب ما يمشيش مجرى المياه، خاصو يتشرب كامل. اذا حاولوا
ان شاء الله بحول الله وقوته تحاولوا انكم ديروها على النية، جلب ما تريد، ابناء، زوج، حبيب، خطيب. الخطيب الا كان يجي عندكم ما تسمعش كلامك، الوقت اللي يكون معاك في البيت، تعمري الشاي بهذا السكر او عصير بهذا السكر، سكر حبيبات او السكر قطع، نتوما باختيار. الماء اللي غادي تقراي عليه هذه القراءة ان شاء الله غيكون عندك السمع والطاعة، ويكون عندك محبة شديدة، ما يرفضوش لك الكلام، يكون عندك كلامك سبحان الله مسموع ما بين الأسر، وتكوني ان شاء الله كالملكة، وتكوني ان شاء الله كلمتك مسموعة. ولكن داوموا عليها يا احباب الشفيه المغربية، داوموا عليها، لان المحبة والمودة سبحان الله الا كانت عندك المحبة والمودة بينك وبين الناس، انت تكوني مرتاحة ما بين الاولاد ديالك، تكوني مرتاحة ما بين الزوج ديالك يعطيك المال ويعطيك اهتمام، حتى الخاطر ديالك يرتاح، والخاطر ديالك تيتنفس، تتحسي بانك مرتاحة، ما يبقاوش عندك تخبطات في الراس ديالك والوساوس. اذا غادي نكون على وضوء، نكون على صلاة، نكون متقبلة الى القبلة، صليت المغرب ديالي غادي نحط السكر، الا كان مع الفجر نفس الشيء، تكوني على وضوء تصلي صلاتك، وان شاء الله غادي تشرعي تحطي هادو امام القبلة ديالك وتشرعي في القراءة. اول حاجة المرأة اللي قارية تقرا سورة طه على السكر وعلى الماء، سورة طه كاملة. ما عندكش ما قارياش غادي تحطي البورطابل سورة طه على الماء والسكر، ولكن الاسماء اللي غادي نعطيكم اسماء الله الحسنى، غادي تقراوهم ان شاء الله 100 مرة، بعد ما تصليوا على سيد الخلق 19 مرة، تصليوا على سيد الخلق 19 مرة، وغادي بحول الله وقوته غادي تقراو البسملة الشريفة 19 مرة هي الأولى، عاد تحطوا البورطابل تقرا سورة طه كاملة. إلا كنتي قارية غادي تحاولي أنك تقراي نتية بصوتك، وتنفتي على السكر وتنفتي على الماء. غادي تاخدي اسم الودود، تقراي اسم الودود السميع، الودود 100 مرة، السميع 100 مرة، وغادي تنفتي على الماء وعلى السكر، وغادي تقولي إن شاء أسألك بأسمائك أن تسخر لي أبنائي فلان ولد فلانة، اللهم أستخرك بأسمائك الودود أن تودني مع أبنائي فلان ولد فلانة، السمع والود ما بيني وبين ولدي فلان ولد فلانة، أو زوجي فلان ولد فلانة، أو بنتي فلانة بنت فلانة. اللهم أسألك بأسمائك وباسم من أسمائك السميع أن ترزقني محبة أبنائي فلان ولد فلانة. اللهم بحق سورة طه وما فيها من أسرار أن تزرع المحبة والمودة بيني وبين أولادي فلان ولد فلانة، تجبديهم بأسمائهم. أسألك بسورة طه أن تجعل أبنائي فلان ولد فلانة أن يحبني ويبغيني ويطوعني، ويجعل ما بيني وبينه السمع والطاعة، باسم السميع الودود، باسم السميع الودود. يا سميع يا سميع يا سميع يا سميع يا سميع، اجعل هاد الاسم يجعل لي المحبة والمودة بيني وبين أبنائي. إذا تقولي الدعاء اللي بغيتي، المهم تقولي أسألك باسم من أسمائك أن تجعل المحبة والمودة بيني وبين فلان ولد فلانة. اللهم أسألك بسورة طه تجعل المحبة والمودة بيني وبين أبنائي. وغادي ان شاء الله هذا الماء تحطيه في قنينه ديال 5 لتر ديال الماء، وتبقاي تعطيه لابنائك مده 3 ايام يشربوا. هذا الكاس تحطيه في قنينه كبيره ديال الماء وتعطيهم يشربوا، تحطيه في طابله ديال الاكل وتعطيهم يشربوا، لانه غادي ان شاء الله يكون عندك السمع والطاعه. اما السكر غادي تحطيه في شاي ام عصير ام اي حاجه حلوه، غادي تحطيها ان شاء الله بحول الله وقوته على نية المحبة والمودة بينك وبين الأسرة ديالك. إذا تنتمنى لكم ديروا هذه الصيغة الربانية الرائعة اللي غادي إن شاء الله تعطيكم حب ومودة بينك وبين الأسرة ديالك. نسأل الله العظيم أن يجعل المحبة والمودة بينكم وبين الأسر ديالكم، ويجعل لكم مقبولين دائما مع من تحبون يا رب يا كريم. إذا حبابي تنتمنى لكم
الصحة والعافية. إلا خليتوا لايك، دعمتوا القناة، فعلتوا الجرس، تعاون لله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.